ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هتكلم عن نوع من انواع الادويه اللي بتستخدم في كتير من الحالات، ويمكن بالاخص حالات الانتفاخات وحالات القولون العصبي اللي كتير مننا بيعاني منها، سواء من مغصه او من انتفاخاته او من كركبه البطن. وكتير مننا بيدور على الادويه اللي بتعالج الحالات اللي زي كده، زي اليوكربون اقراص. اكيد كلنا عارفينه، واكيد كلنا عدى علينا، واكيد في بعض الحالات او في بعض الاوقات بندور عليه يا جماعه ومش بنلاقيه. طيب الاوكربون اقراص ملهوش بدايل كتير في السوق للاسف، ولما بينقص مش بنعرف نتصرف ازاي، ولكن هو ليه بديل واحد مستورد اسمه النيو كربون اقراص. طيب ايه الفرق بين الاوكربون اقراص والنيو كربون اقراص؟ اولا مبدئيا الفرق في السعر فرق كبير جدا. يعني الاوكربون المفروض لحد تاريخ الفيديو ده تقريبا 57 جنيه العلبه 3 شرايط، بينما النيو كربون شريطين 30 قرص، يعني كل شريط 15 قرص، العلبه ب 150 جنيه، يعني الشريط تقريبا واقع ب 75 جنيه. ده الكلام ده اسعار لحد تاريخ الفيديو ده. خلينا بس نقول معلومة مهمة كتير مننا بيغلط فيها أو كتير مننا مش عارفها. بيقول لك إن اليوكربون هو عبارة عن أقراص فحم بتمص الغازات. مبدئيا كده هي أقراص فحم، هي فعلا أقراص فحم اسمها أكتيف شاركول. الأكتيف شاركول بيبقى عبارة عن فحم بيستخدم بشكل طبي، ليه استخدامات طبية كتير، منها في بعض حالات التسمم، منها في القولون العصبي، منها في الموضوع الغازات. ولكن اللي كتير من الناس ما يعرفوش، او اللي كتير من الناس اللي بترددوا اقراص الفحم بتمص الغازات. يا جماعه اقراص الفحم ما بتمصش الغازات. اقراص الفحم ما بتمصش الغازات، دي معلومه غلط. اقراص الفحم بتمص، او مش بتمص، بتمتص. امتصاص. في فرق يا جماعه بين امتصاص وامتصاص. امتصاص دي بالضاد، امتصاص بالصاد، اللي هي بالانجليزي الادزوربشن اللي هي امتصاص بالضاد، والابزوربشن اللي هي الامتصاص بالصاد. ادزوربشن اي دي، ابزوربشن اي بي. ادزوربشن اي دي الامتصاص بالضاد، الابزوربشن اي بي الامتصاص بالضاد. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الامتصاص والامتصاص بالضاد؟ زيها زي الفرق بين صباع الطباشير والاسفنجه. صباع الطباشير لو حطيته في كوبايه ميه، ماشي، صباع الطباشير بيتبل ميه من بره، ولكن قلبه بيفضل ناشف. لو كسرته من جوه هيفضل ناشف. ده اسمه امتصاص بالضاد، اللي هي الادزوربشن بالدي، اي دي. طيب الامتصاص. الامتصاص يا جماعه زي الاسفنجه، لو حطيتها في ميه هتلاقيها شربت الميه كلها وبقت كلها مليانه ميه من جوه، وده اسمه امتصاص بالصاد او الابزوربشن اي بي. ايه الفرق بين الاثنين؟ الاكتيف شاركول يا جماعه او الفحم النشط اللي موجود سواء في الاوكربون اقراص او النيو كربون اقراص، الاثنين بيشتغلوا بطريقه الامتصاص. الامتصاص بالضاد اللي هي الادزوربشن، الاي دي اللي هي زي نظريه صباع الطباشير لما بتحطه في كوبايه الميه، بيعمل ان هو بيمتص التوكسينز اللي هي السموم اللي بتخلفها البكتيريا، او بتمتص البكتيريا نفسها اللي بتطلع سموم، اللي بسببها بتتكون الغازات في جهازك الهضمي، بتاخدها على السيرفيس، على السطح بتاع حبوب الفحم النشط الصغيره خالص. الفحم النشط بيبقى مطحون ومكبوس في اقراص، لما بيدخل جهازك الهضمي بيدوب، بيبقى عامل زي البودره، حبوب زي البودره كده، حبوب صغيره خالص. فهو بيعمل امتصاص على سطح الحبوب دي، وبالتالي بيمتص التوكسينز او البكتيريا الضاره نفسها على السطح ده، وبياخدها وبيخرج بيها بره الجسم مع فضلاتك، وبالتالي بيقلل التوكسينز او السموم والبكتيريا المسببه للغازات. ولكن استحاله القرص الصغير ده يمتص كل الغازات الكتير قوي اللي في بطنك دي. يبقى فكره الفحم النشط اللي هي الاكتيف شاركول الامتصاص وليس الامتصاص. ما بيمتصش الغازات، بيمتص التوكسينز، السموم والبكتيريا الضاره المسببه للغازات، وبتخرج بيها بره، وبالتالي ما بقاش في حاجه في جهازك الهضمي يسبب غازات مره تانية. طيب ايه الفرق الجوهري ما بين الاوكربون اقراص والنيو كربون اللي هو المستورد؟ على فكره يا جماعه
النيوكربون المستورد هو بيجي مكتوب عليه صنع في اسبانيا ومش متسعر او مش مكتوب عليه سعر، بتبقى السعر مكتوبه على فاتوره الصيدليه. يعني هتلاقوا ممكن الصيدليات كاتبه السعر بتاعها على الباركود او كاتبه بخط الايد. هو 150 جنيه زي ما قلت لكم سعره لحد دلوقتي. الفرق الجوهري ما بين النيو كربون اقراص والاو كربون اقراص ان الاو كربون بيحتوي على السنة ليفز اللي هو سوري بيحتوي على الفحم النشط، بالاضافه ان هو بيحتوي على خلاصه السنة ليفز او نبات السنة اللي هو بيبقى ليه خصائص ملينه مع جذور الراوند اللي هي او خلاصه جذور الراوند اللي هو برضو بيبقى له خصائص ملينه. بالنسبه للنيو كربون اقراص، النيو كربون اقراص بغض النظر ان هو بيحتوي على برضو الاكتيف شاركول او هو الفحم النشط، ولكن هو بيختلف عن الاو كربون اقراص ان هو بيحتوي على خلاصه النعناع وخلاصه اليانسون. لو جيتوا بصيتوا على العلبه بتاعته هتلاقوه ينسون ونعناع. واليانسون والنعناع الاتنين ليهم فوائد جميله جدا للقولون العصبي وللمغص وللانتفاخات. هم بيهدوا او ليهم خصائص تهدئ من تقلصات ومغص القولون بصفه عامه، سواء عصبي او سواء ليه اسباب تانية، وفي نفس الوقت ليه خصائص مطهره برضو للقولون او لجهازك الهضمي من جوه. وفي نفس الوقت الاتنين بيبقى ليهم خصائص ان هم يساعدوا على طرد واخراج الغازات من جهازك الهضمي. فلما يتحط خلاصه الانايس والنعناع اللي هو اليانسون والنعناع مع الفحم النشط هيبقى ليهم او هيبقى الفايده بتاعتهم اكبر بكتير من ان مجرد استخدام فحم نشط فقط لا غير. برضو في فرق تاني جوهري ما بين الايوكربون اقراص وما بين النيو كربون. الايوكربون اقراص يا جماعه الشريط بتاعه عامل كده ومن جوه القرص بتاعه لونه اسود، قرص تابلت، قرص مش كبسوله جيلاتين. النيو كربون كبسوله جيلاتين، ده ينفع يتمضغ. هو اي نعم المضغ مش هيفرق كتير في الفايده بتاعته، ولكن ده بينفع يتمضغ وده لازم يتبلع بلع، لان ده عباره عن كبسوله جيلاتين طريه. ده ما ينفعش يتبلع. النيوكربون يا جماعه النيوكربون يا جماعه ما ينفعش يتمضغ، يتبلع بلع فقط، بينما الاوكربون اقراص ممكن يتمضغ بشكل طبيعي عادي. ولكن ناخد بالنا يا جماعه كمان من نقطه مهمه جدا الاوكربون اقراص او الفحم النشط ممكن لا قدر الله يتفاعل مع بعض الادويه التانيه. ما ينفعش تاخده مع ادويه تانية، لان زي ما قلت بيحصل امتصاص على السطح بتاعه للتوكسينز اللي موجوده في جهازك الهضمي او البكتيريا الضاره، وبالتالي ممكن يحصل امتصاص لاي حاجه تاني او اي ادويه تاني موجوده معاه في نفس التوقيت. ولذلك الافضل اننا ناخد الاوكربون اقراص او النيو كربون اقراص ناخدهم بشكل منفصل مع الادويه التانية. هنفصل ما بينهم ازاي؟ ناخدهم يعني نفصل بالوقت، نسيب ما بينه وما بين اي نوع تاني من الادويه اللي بناخدها مده زمنيه قدرها ساعتين. يعني لو بتاخد ادويه ضغط بالنهار مثلا تسيب بعدها ساعتين لولا ما تبدا تاخد النيو كربون او الاوكربون. لو بتاخد ادويه للسكر نفس الموضوع. يعني مفيش طبعا معلومات اكيده انها بتاثر على كل الادويه، ولكن تجنبا ان هو او تحسبا ان هو ياثر على انواع معينه من امتصاص الادويه، فبنحاول بقدر الامكان نفصل بموضوع الوقت. النوعين حلوين جدا ونوعين مفيدين جدا في القولون وانتفاخات القولون، ولكن حبيت اشرح الفرق ما بين كلمه امتصاص وامتصاص والفرق ما بين تركيبه الاثنين دول ومفعول كل واحد فيهم. يا رب يكون الفيديو مفيد. لو ما لقيتش الاوكربون ممكن تستخدم النيو كربون، لو ما لقيتش النيو كربون ممكن تستخدم الاوكربون. يا رب يكون الفيديو مفيد. ما ننساش يا جماعه نشترك على القناه ونفعل جرس الاشعارات عشان توصل لنا الفيديوهات الجديده اول باول. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.